لو عندك نص كيلو لحمة مفرومة محتارة تعملي بيه ايه، تعالي اقولك على وصفة حلوة قوي. الكبار والصغيرين بيحبوها وبتوفر معاكي لانها بترمي كمية، يعني تأكل عيلة. معايا هنا بصلاية كبيرة وواحد فلفل اخضر بارد او حامي، يعني حابة تضيفي نص حامي ونص بارد مفيش مشكلة. وهفرمهم كويس في الكبة وهنزل على اللحمة بتاعتي، وهضيف التوابل بتاعتي زي ما هقولك كده. معايا مع قرفة، معلقة صغيرة قرفة، 11 بهار او 7 بهار، وبهارات لحمة لو عندك، ورشة بشرة جوز الطيب لو انتي حابة، مش حابة خلاص، والملح والفلفل بتاعنا. وهعجن كويس العجينة بتاعتي واخلطهم ببعض واسيبهم على جنب لحد ما اجهز العجينة بتاعتي. لو وصلت لحد هنا وعرفت انا بعمل ايه قوليلي في الكومنت، ولو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة واعملي سيبلي كومنت حلو ولايك، ده حاجة بتفرحني وبتخليني انزل اكتر. هنا معايا كيلو من الدقيق وعليه معلقتين من السكر، معلقة من الملح بس ما تكونش كبيرة، صغيرين، كل اللي انا هقوله ده معالق صغيرة، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وهقلبهم كويس. وبعد كده انا هحط معلقتين من الزيت وهعجنهم بقى. انا هنا كان عندي شرش من اللبن عشان انا بعمل جبنة، وكنت سايبالكوا طريقة الجبنة القريش على القناة، هتخشي هتلاقيها في الفيديوهات. هنا ديت انا عجنت بالشرش بتاعها، بيديها طراوه وبيخليها طريه قوي وحلوه. ممكن تضيفي كوبايه زبادي، وممكن تعجنيها بميه، بس ممكن تضيفي لبن وميه، ممكن زي ما قلت لك تحطي علبه زبادي. بس انا ما بحبش ارمي شرش اللبن لانه فيه فوائد كتير جدا، فانا عجنته هنا كويس، هفضل اعجن فيه، ما بضيفش ميه مادام هو عندي انا بعجن بيه كل المعجونات بتاعتي. هعجن كويس جدا لحد ما العجينة تبقى طرية معايا وما بتلزقش في ايدي وملمومة زي ما هتشوف كده دلوقتي. هو بصراحة الجوانتي بيعقد اوي في العجن، فمبقاش مريح، فهتلاقيني كل شوية بقعد ارفعه زي ما انتم شايفين كده. بفضل اعجن فيها جامد واخبطها جامد في الطبق عشان يبقى لها عرق، انا عايزة يبقى لها عرق شوية. هبتدي كده المها، وانا مش عايزاها ترتاح، يعني يا دوبك مش عايزاها تخمر، يعني هسيبها 10 دقايق بس ترتاح من الخبيز وهشكلها معاكم. زي ما انتم شايفين كده انا كنت سبتها، هبتدي اشكلها. انا عايزة القطعة بتاعتي تبقى قد البضاية او اكبر شوية، لان انا هعمل حوش اسكندراني. فعايزة الحجم الرغيف بتاعي يبقى متوسط، ولا كبير قوي ولا صغير قوي، فعايزة تبقى حجم البيضاية كبيرة او اكبر شوية يعني. زي ما انتم شايفين كده هخلص باقي الكمية وهوريكم في الاخر احنا هنعمل ايه، لان انا هعملها طبقتين زي ما هتشوفوا كده معايا. هسيبها كده بعد ما تشكل معايا، هسيبه يرتاح 5 دقايق على جنب قبل التشكيل. معايا هنا طبق فيه دقيق، هبتدي بقى افرد العجينة بتاعتي، اخلي سمكها رفيع ميكونش تخين عشان يبقى طعم اللحمة باين فيها. هبتدي كده اجيب كورتين، هبتدي اشكل واحدة والتانية اشكلها بعديها على طول، وهنزل بالعجينة افردها، والتانية هجيبها على الوش، بس بخلي واحدة اكبر من واحدة. ليه؟ لان انا عايزة اللي فوق تبقى صغيرة شوية عشان اقدر اتني اللي تحت عليها زي ما تشوف كده معايا. بصوا انا كده بكبر اللي تحت، وعشان هحشي بس مش هحشي لحد الاطراف كامل، عشان عايزة اقفلها على العجينة من فوق زي ما انتم شايفين كده معايا. ببتدي افرد العجينة بتاعت الحواوشي، وممكن كمان تعملي سجق، يعني تجيبي اللحمة المفرومة دي وتجيبي خلطة السجق وتضيفي المكونات اللي احنا قلنا عليها، بس انا ما بضيفش بصل، هتضيفي فلفل احمر وفص توم، فصين توم كده وخلطة السجق والملح والفلفل بتوعك، وتقلبي كويس وتبدأي تحشي العجينة بتاعتك بخلطة السجق دي. وابتدي اقفل كده زي ما انتم شايفين، بقفل العجينة من تحت لفوق،
وكده انا خلصت واحد، هعمل معاك واحد تاني. هبتدي افرد العجينة من تحت، هخليها اكبر من اللي فوق بشوية، وهحشي العجينة بس مش هوصلها لحد الاطراف. ممكن هنا بقى انا هضيف اضافة موتزاريلا، ممكن تعمليها بقى بالسجق والبسطرمة، ممكن جبن ولحمة مفرومة، ممكن تحشيها اي حشوة انت عايزاها يعني. زي ما قلتلك كده لحمة، حوش اسكندراني، يعني العفي زي ما انت عايز. انا بقولك الحشوات اللي انت تفضليها حطيها فيه. هنا كده زي ما انتم شايفين انا جبت قطعة من عجينة الحواوشي، هبتدي افردها بس مش هوصلها للاطراف قوي، وهجيب العجينة اللي انا هحطها من فوق عليه بس بعد ما احط الجبنة الموتزاريلا، وهقفل كويس معاكم زي ما انتوا هتشوفوا كده. لو وصلت معايا لحد هنا ياريت تسيبيلي رايك في كومنت، ولو لسه مشتركتيش في القناة اول مرة تشوفيني اشتركي واعملي لايك وكومنت جميل، الحاجات دي بتشجعني وبتفرحني جدا وبتخليني انزل فيديوهات اكتر. زي ما انتم شايفين كده جبت الطبقة التانية، هبتدي حطيتها كده وهبتدي اقفل من تحت لفوق عشان ابقى ضامنة ان العجينة اتقفلت كويس. ولو حاسة ان العجينة ما بتلزقش معاكي تجيبي فرشة فيها مية وتمسحي الطروف كده من فوق وتحطي العجينة هتلاقيها لزقت معاكي او مسكت كويس في بعضها. هبتدي كده انا عملت الحواوشي بتاعي، هما بالظبط طلعوا 7 ترغفة كبار، يعني حلوين كده متوسطين، يعني يأكلوا الواحد يشبع. هبتدي كده جبت معلقتين من اللبن على بضاية على شوية خل، هدهن بيهم الوش. انا جبت الصاج بتاعي، هبتدي اخرم بس كده الحواوشي بتاعي عشان ما ينفخش قوي، ومش كله يعني، اللي بحس ان هي فيها هوا فبحاول اطلع الهوا منها. هبتدي كده ادهن الوش بتاعي بالخليط اللي احنا عملناه، وهحط سمسم على الوش بقى لو انت حابة حط سمسم او حبة البركة، بيديها شكل حلو وفي نفس الوقت طعم بيبقى حلو. او جبنة موتزاريلا. هدخلها الفرن لحد ما تستوي معايا وتاخد وش من فوق ومن تحت، وبطلعها زي ما انتم شايفين كده. طعمها حلو قوي، يعني انت لو جربتيه في البيت مش هتبطلي تعمليه من حلاوته وجماله، هتبطلي تشتري من بره، كفايه نظافته وانت عارفه انت جايبه اللحمه منين وعاملاها فين. ما تنسينيش بقى في اللايك والسبسكرايب والشير، واشوفك على خير.